السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز للأستاذ أو المعلم أو المعلمة أو الأستاذة ضرب التلميذ على وجهه يعني تخصيص الوجه؟ لا يجوز، ويحرم عليهم فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه نهى عن المسلم أن يضرب أخاه المسلم على وجهه. لماذا؟ لأن هذا الوجه به يسجد المسلم لربه سبحانه وتعالى. وكان المشركون إذا رأوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ساجدين يقولون: ما لأصحاب محمد يمرغون وجوههم في التراب، يعني يسجدون بماذا؟ بوجوههم. فلهذا لا يجوز ضرب الوجه. أصبحنا نرى فيديوهات مباشرة، أستاذة تضرب تلميذ على وجهه وتضربه بالصفع، تصفعه على وجهه. هذا لا يجوز، ويحرم عليك فعل هذا. لا يجوز ضرب الوجه مهما كان صغيرا أو كبيرا.